قبل المرور إلى التفاصيل، لا تنسى عزيزي المشاهد أن تضغط على إعجاب والاشتراك في القناة لتتوصل بكل الأخبار أولا بأول مع التفاصيل. هل أطاحت الغضبة الملكية بوزير الفلاحة من اجتماع البرنامج الوطني للماء؟ محمد صديقي وزير الفلاحة في حكومة أخنوش منذ عام 2021 المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، برز اسمه بشكل لافت في الآونة الأخيرة نظرا للانتقادات اللاذعة التي تطاله بعد ملف استيراد الأبقار البرازيلية وموجة الغلاء الغير المسبوقة التي تضرب الأسواق المغربية والمنتجات الفلاحية. ويحمل خبراء المسؤولية إلى وزارة الفلاحة التي برمجت مشاريع ترفع الإنتاج الفلاحي الخاص بمجموعة من الموارد، خاصة تلك الموجهة نحو التصدير، ونتيجته كانت على حساب المواطن الذي وجد نفسه في رمضان الفائت يقتني منتجات كالطماطم والفلفل بأثمنة تفوق سعر بيعها في الدول الأوروبية. وبالعودة إلى جلسة العمل التي عقدت بالقصر الملكي بالرباط، فقد اقتصرت على كل من رئيس الحكومة أخنوش والمستشار الملكي فؤاد عالي الهمة ووزير الداخلية عبد الوافي الفتيت ووزير الاقتصاد والمالية نجيب التحلاوي، فيما شهدت غياب محمد صديقي وزير الفلاحة.